أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القوي المتين. الحمد لله الناصر المعين. الحمد لله الذي أعز من حمل راية الدين ونصر. أحمده سبحانه وتعالى على روحه وإحسانه. أحمده سبحانه وتعالى على تفضله وامتنانه، وأسأله وإياكم المزيد من أفضاله وآلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، المجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إن خير ما نتواصى به معاشر أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المؤمنون،
يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وإن من بين أعظم أيام الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن المفدى يوم الفتح من نوفمبر 54 900 وألف، يوم بناء ثورة الجزائر المباركة المجيدة، يوم انتفاضة شعب وأمة لا شيء إلا لأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولعلني أتحدث مع حضراتكم على هذا الموضوع العظيم وأتطرق إليه من ثلاث جوانب مهمة وعظيمة. الجانب الأول وهو ربانية الثورة المباركة وإسلاميتها، فلم يكن تاريخ بناء الثورة محط صدفة، وإنما كان ذلك بما يتناسب مع ميلاده صلى الله عليه وسلم، تفاؤلا وإعلانا لأولئك الأبطال إلى ميلاد عهد جديد، إلى ميلاد أمة جديدة حرة مستقلة دينها الإسلام ولغتها العربية وعاصمتها الجزائر. كلمة السر التي كانت آنذاك رغم أنهم كانوا محدودي ثقافة في نظرنا إلا أنهم كانوا شغوفين بالإسلام وبدين الله سبحانه وتعالى. فالجانب الأول من كلمة سرهم هو اسم سيدنا خالد، والجواب الثاني من كلمة سرهم هو سيدنا عقبة. ومن هو خالد ومن هو عقبة؟ سيدان من الفاتحين، أولهما سيف لسلوك الله الرسول الذي سلم الله على الكافرين والمشركين، والثاني فاتح من الفاتحين الأملاء. شعارهم في فراتهم الله أكبر، الله أكبر مدوية في سماء وأرض الجزائر. معظم قادتها فكانوا من حملة القرآن الكريم، من حمل السلاح منهم يسمونه مجاهدا، ومن قتل منهم في ميدان المعركة يسمى شهيدا. ثورة إسلامية ربانية بأتم معنى الكلمة، بمنطلق رباني وغاية نبيلة. هذه نجدها مذكورة في بيان نوفمبر 54 900 وألف، وهذا نصه: إن الهدف الأساسي للثورة إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية السياسة ضمن إطار، ونجدد ونذكر بالجملة الأخيرة التي قالها أولئك الربانيون ضمن إطار المبادئ الإسلامية. ولعلي أذهب من هذا الأخير إلى الجانب الثاني. إذا كانت الثورة الجزائرية المباركة قد رجالها وأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله، فأين هي أمانتهم اليوم؟ أين هي أمانة الأرض الحبيبة؟ هل يتصور في بلاد أن تباع فيها الخمور جهارا نهارا؟ هل يتصور معاشر المسلمين في بلاد ارتوت بدماء الشهداء الزكية أن تكون رخصة المجاهد وثيقة يستجلب بها الخمر إلى بلادنا، رخصة لفتح المخامر وغيرها؟ هل يتصور من بلاد ضحى لأجلها خيرة شبابنا وشابات الجزائر أنه لا زلنا نتعامل فيها بالربا في بنوكنا ومعاملاتنا؟ هل يتصور معاشر الإخوة في بلاد ضحت بأرواحهن أمهاتنا حتى تعيش المرأة الحرة المستقلة، حتى تعيش المرأة المتجنبة المتحجبة؟ لا زلنا نرى نساء كاسيات عاريات في بلادنا الجزائر، رغم أن الاستعمار مكث ما يزيد على القرن و30 سنة، إلا أنه لم يستطع ولم يستطع أبدا أن يحرك شعرة من
أن تلاحظ وتشاهد شباب تخلفوا في لباسهم، تخلفوا في مشيتهم، تخلفوا في علاقاتهم، مزقوا سراويلهم وكشفوا عن طاعون المزعوم وكنزها بالتحضر، لبسوا قراطير ولبسوا. هل مات شهداء الجزائر لأجل هذا؟ إن الهدف الذي مات عليه شهداؤنا الأبطال لم يكن لأجل هذا الذي ذكرناه، وإنما كان لأن تكون كلمة الله هي العليا لإعلاء كلمة الله، حتى تبنى المساجد ونسجد لله سبحانه وتعالى دون خوف من أحد أو دون ممارسة أي ضغوطات علينا. شعارهم في ذلك: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فبشروا ببيع لا يعلم به هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحليم الكريم لي ولكم فاستغفروه تجدوه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وإسلام إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الجانب الثالث والذي يجدر من الإشارة إليه من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللسان الذي قام عليه أجدادنا وآباؤنا مجاهدين في سبيل أن يكون اللسان لسانا عربيا، ألا يتغير ولا يتبدل. نجد في زماننا هذا أن الناس أصبحوا يتغنون ويتغالون باللسان المخرص، وعندنا في حضارتنا المزعومة أنه من لم يتكلم بالفرنسية فهو جاهل متخلي، هو جاهل أمي لا يصلح ولا ينفع بأي شيء. طيلة القرن يوم يزيد لم يستطع الاستعمار العسكري رغم استعمال كل أساليب التعليم والتنكيل، والكل يشهد بذلك، العالم بأجمعه يشهد بذلك، لم يستطع أن يحرك لهجة الجزائري أو لسانه، فبقوا صامدين على هذه اللغة العظيمة. وأي لغة؟ لغة أهل الجنة في الجنة، لغة كلام رب العالمين، لغة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أصبحنا بعيدين كل البعد عن هذه اللغة جراء ماذا؟ جراء الاستعمار الذي بقي ناسخا في قلوبنا وعقولنا، وهو أعظم من الاستعمار العسكري، وهو الغزو الثقافي والغزو الفكري الذي لا بد علينا شبابا وكهولا نساء ورجالا أن نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى نطلب هذا الاستعمار الفكري والثقافي من عقولنا. كثير من شبابنا أخذوا منهج تقليد الغربيين في لباسهم وفي عقلياتهم وفي معيشتهم. كثير من نسائنا تغنوا بداعي التحرر المزعوم الذي يدعو إليه دعاة الغرب أعداء الله. فلا بد علينا معاشر الإخوة، لا بد علينا أن نتذكر ونتذاكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله بدينه، إن تنصروا الله بسنة نبيه، إن تنصروا الله سبحانه وتعالى في الوظيفة التي لا خلقنا إلا لأجلها، ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى نصرا موفرا عزيزا متينا. اللهم
من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انا نسالك ان تحفظ بلد الجزائر من التي لم تنقطع ابدا غزو ثقافي وغزو فكري وغزو اي غزو. اللهم حرر عقولنا وحرر قلوبنا من رقه الاستحرار الفكري يا رب العالمين. اللهم وجدد على شهداء الجزائر وشهداء المسلمين عموما رحماتك ومغفراتك يا رب العالمين. اللهم انك قلت وقولك الحق المبين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم حرر قدسك ومصر نبيك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الطغاة المتجبرين. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر فانهم لا يعجزونك. اللهم ومن اراد بنا وبالاسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده